طيب الحياة بيبقى فيها زي رولر كوستر كده، حاجات حلوة جدا وحاجات مأساوية. كلميني عن الرحلة بتاعتك، وامتى اللحظة اللي انت حسيتي ايه ده غير مفهومي عن طريقي كنت ماشية ازاي وعايزة امشي بطريق مختلف. بصي عارفه يا مريان، الحياه كده بتحسي انها زي مواسم، مش بس الابس اند داونز، كل موسم فيهم فيه ابس اند داونز. بس انا يعني حاسه انه المواسم بتاعت الحياه شكلها مختلف قوي. واحد وهو صغير بيشتغل قوي ومشغول بحياته الشخصيه قوي، بيحاول يبالانس ما بين قطع مختلفه في الحياه. بعدها بيجي سيزن كده، او اتليست ده اللي حصل معايا وحصل مع ناس كتير قوي يعرفهم في المرحله بتاعت اللي هي 40 كده. الواحد يبتدي يسال نفسه اسئله وجوديه شويه، يبتدي يسال نفسه يقول ايه اللي انا بعمله ده؟ هو انا بعمل ده عشان انا اخترته، ولا انا بعمل ده عشان بحبه، ولا بعمل ده عشان لقيت نفسي شاطر فيه؟ ثانيه واحده كده، هو انا عايزه اكمل كده ولا لا؟ وانا حياتي حلوه ولا لا؟ بص كده على الناس اللي حواليه ويسال نفسه انا عايزه اكون مع دول ولا اخترت اكون مع دول، ولا كوميتد اكون مع دول، ولا ايه؟ في مرحله اللي بعد كده اللي هي 50 فما فوق، لا دي حاجه تاني خالص بقى دي. وللاسف احنا بنسمي ده سن اليأس. اسم زي الزفت، مأساة يعني تحسي انه طب خلاص اروح اموت نفسي، ولا اقفل على نفسي الاوضه لغايه ما احتضر واموت؟ يعني اعمل ايه؟ طيب يعني في حته بتاعت اختيار، انا عايز المرحله الجايه في حياتي دي تبقى شكلها عامل ازاي؟ عايز اكون بسرفايف ولا عايز اكون الايف؟ هنا في مفترق طرق كبير، الواحد بيفكر هو هيمشي في اني سكه فيهم.